فكرة وجود الأوشابتي في مقابر مصر القديمة هو نتيجة طبيعية للمعتقد الراسخ عند المصري القديم وإيمانه بالحياة الأخرى بعد الموت. كلمة أوشابتي مشتقة من الفعل المصري القديم وشب بمعنى مجيب أو يجيب، ومن هنا أتت تسمية الأوشابتي بالمجاوبين أو المجيبين. آمن المصريون القدماء في حياة أخرى بعد الموت، وإما نعيما مقيما أو جحيما، وكانوا يعتقدون أنهم سوف يعملون في الآخرة في حقول النعيم، فاخترعوا حلا عبقريا للقيام بالعمل مكانهم في الجنة. وكانت تماثيل الأوشابتي تأخذ شكل المومياء وتتقاطع أيديها على الصدر وتمسك بأدوات مختلفة تعبر عن وظيفتها في العالم الآخر. وأقدم ما عثر عليه منها إلى الآن يعود إلى عصر الدولة الوسطى، ثم شاعت في عصر الدولة الحديثة وبعدها، وكانت مكلفة بتنفيذ رغبات سيدها وإجابة طلباته والقيام بمهامه المنوط بها في العالم الآخر. أي أن الهدف من وضع تلك التماثيل في المقبرة كان في أن تحل محل المتوفى في أعمال لا بد أن يقوم بها في العالم الآخر بنفسه في حقول إيارو أو جنات النعيم. وبما أنه لم يكن كل الناس يعرفون الزراعة والحرث، فكانت تلك التماثيل تقوم نيابة عن المتوفى بالأعمال المتعلقة بالزراعة، مثل حفر الترع وحرث الأرض الزراعية أو نقل الرمال من ضفة إلى أخرى. وكان يكتب على هذه التماثيل جزء من الفصل السادس من كتاب الموتى، ويمثل مناجاة المتوفى للأوشابتي بحيث يكلفه بأداء المهام الموكلة إليه، وفيه يقول: إذا نوديت لتؤدي أحد الأعمال الموكلة إليك فلتقل: ها أنا ذا، أنا موجود لري الأرض وزراعة الحقل ونقل الرمال من الشرق إلى الغرب. كانت الأوشابتي توضع في صناديق للحفاظ عليها، وتوضع في مقابر الملوك والقيادات الكبيرة لخدمتهم بعد ذلك في العالم الآخر. وظهرت تلك الصناديق منذ عهد الأسرتين 18 و19، وكانت تحوي أحيانا 3 أوشابتيات، وزاد عددها في أواخر العصور حتى وصلت إلى نحو 400 من المجيبين.